خريطة القدر مش مجرد كورس بالنسبة لي. خريطة القدر هو رحلة، الواقع اللي بنعيشه فيه عدد لا نهائي من الاحتمالات، وعلشان تعيش أفضل احتمال من احتمالات الواقع ده محتاج تكون أفضل نسخة من نفسك. ومستحيل تكون أفضل نسخة من نفسك من غير ما تعرف نفسك أصلا. محتاج تعرف مين اللي بيدير المشهد جوه جسمك، ومحتاج تعرف قوانين الواقع اللي بتدير المشهد بره جسمك. فكرة انك توصل لأفضل نسخة من نفسك دي مش صدفة أو حظ، دي معرفة. وعلشان توصل للمعرفة دي محتاج تفهم قدرك وتعرف نفسك. ان انا اصلا بشكل عام لما كنت اقرا الكلام الفلسفه ده ما كنتش افهمه خالص، ودي مش سكه بعيده عني خالص. يعني انا اصلا علمي ودراستي علمي وشغلي علمي وكده. فمستر احمد بيقول لنا الكلام الفلسفه بطريقه بسيطه خالص، اي حد يفهمها، مش معقده، وتوصل. ولما توصل للواحد على طول، ولما يتسأل على طول بيجاوب على اي سؤال. هو قد كده مثقف وقاري وعارف يحطنا ازاي على الطريق اللي هو طريق المعرفة الواسع بقى. ما كنتش متوقعه خالص، ما كنتش عارفه انا جايه اسمع ايه او اشوف ايه او افهم ايه او هفهم ولا مش هفهم. بشجعكم جدا ان انتوا تاخدوا كورس خريطة القدر مع مستر احمد حسن. البدايه فرحتني جدا وحسيت ان انا حطيت ايدي على اول السطر. كنت بصراحه دماغي مشوشه ومش عارفه انا عايزه ايه او هبتدي ازاي. وكنت داخله عشان ارتب افكاري، عشان اعرف يعني ايه اللي جوايا، ايه اللي ممكن استفيد منه. هو حياه مش عارفه اصنفها ازاي، بس فرق معايا كتير قوي. محتاجه اخد الكورس طبعا كتير، محتاجه اراجعه كتير، محتاجه اسمع كلام في حاجات زي كده كتير. وبشجعكم جدا ان انتوا تروحوا الكورس، ان شاء الله هتستفيدوا بجد.